يلا نعرف مكونات صلصة البيتزا الإيطالية الأصلية الصح، لأن أساسا البيتزا من غير الصلصة المظبوطة ما تبقاش بيتزا. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هننزل عندنا بمعلقة سمنة، وإيه تسيح السمنة ننزل على طول ببصلاية مفرومة، نديها تشويحة كده وتلف كده لحد ما ريحة البصلة معانا تطلع. لازم ريحة البصلة معانا تطلع. بعد كده نكون عندنا فصين توم مفرومين مجهزينهم ننزل عليهم على طول. أول ما ريحة التوم معانا بقى تنزل كده نروح جايين على طول نازلين بالايه بالصلصه بتاعتنا. طبعا كميه الصلصه اللي انت عايزاها وتكوني مصفياها حلو، او لو الخلاط بتاعتك ضربها كويس جدا مش لازم ان انت تصفيها. ننزل عليها ايه بقى بالملح بتاعنا نظبطه، نص معلقه سكر، ولو صلصه كتير قوي يعني ممكن نزود. تمام كده. رشه كمون، ورشه شطه، وعليها معلقه كاتشب، ودي اختياري، ممكن نحط مكانها معلقه معجون طماطم. طبعا احنا سلقنا ورقتين نعناع طبعا من عند اخويا عشان هو بيزرعه على طول. بيتزا يعني البيتزا الايطاليه بيحطوا فيها ريحان. تمام كده. نفرمهم كويس جدا، يعني نحاول نقطعهم على قد ما نقدر، نقطعهم حتت صغننه خالص وناخدهم وننزلهم على الصلصه بتاعتنا. فعلا بتدي ريحه وطعم رهيب جدا. بس كده بقى، ونسيب الصلصه بتاعتنا لما تتسبك حلوه قوي، ونظبط لها الملح بتاعنا برضو بعد ما تتسبك. نظبط الملح بتاعها، والف هنا وصحه عليكم، بجد طعمها رهيب. البيتزا تبقى صح معانا لما نظبط الصلصه بتاعتها. البيتزا يعني صلصه، لان المكونات اللي بتتحط على البيتزا من فوق كلها بتبقى مكونات اختياريه على حسب ما نحب، انما الصلصه بتاعت البيتزا هي الاصلي بتاعت طعم البيتزا. يعني تعملي بيتزا صح تاكلي، تعملي صلصه صح تاكلي بيتزا صح. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.